السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج الاسد، انا زعلانة منك جدا. انا بنزل لك وبتفاعل معاك وبنزل لك فيديوهات، لكن انت ما تتفاعلش. صفوا نيتكم كده، تتفاعلوا بالخير. الفيديو النهارده بتاريخ النهارده، عايزاكم حبايبي كده تتفاعلوا. وريني كده بقى الاسديين هيعملوا ايه، لايكات، شير، كومنتات، نصلي على الحبيب وكمان نستغفر. ولازم نكون عندنا يقين وثقة في الله وحده، انه لا يعلم الغيب الا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. انت ما شاء الله في حاجات كده تتفتح قدامك. ممكن تكون انت داخل في حاجة جديدة او بتفكر في حاجة جديدة، او في علاقة بينك وبين شخص هترجع لك تاني وهترجع من تاني، او اموال انت مستنيها، او شغل مستنيه، او قرارات معينة انت مستنيها. هتكون عجلة الحظ معاك، وده الطاقة بتاعتك. ايه بقى يعني؟ ربنا يديكوا يا رب كل الحظ. انت بتتعامل مع جدج، او عندك في طاقة سحر بينك وبين شخص من برج الجدج. ممكن يكون في اعتذار بينك وبينه الفترة الجاية، في كلام، في حوار، في تقديم اعتذار. في حد هيتقدم لك من برج الجدج. آه، لو انا ما بتعاملش معاه وما فيش اعتذار بين اي، انت بتتعامل معاه هيكون في اعتذار بينكم. طب انا ما بتعاملش مع حد هيخش حياتكم من العزاب، هيخش من برج الجدي وهيقدم لكم بوك كويس الحب والزواج. طب انا ما عنديش الطاقة دي، في طاقة سلبية بينك وبينه، بين شخص. المفروض ان انت وهو كويسين مع بعض، او بتحبوا بعض، او في رومانسية بينكم، وفجأة دخلت طاقة سلبية بينك وبينه انت وهو. انت عندك تحقيق امنية وتحركات كمان حلوة. يعني بس في حاجة بينك وبين الحبيب، يا اما علاقة ثلاثية بينك وبين الحبيب بتاعك، وحاجات مش كويسة وحاجات وطاقة مش كويسة. يا اما حد هيجي يقدم لك كيس الحب، وهيتقدم لك. لو انتوا بقى، لو انتوا مش متجوزين عزاب يعني. طب انا عندي علاقة بين شخص وهيكون في صلح بينك وبين انا قلت لكم برج جدي، بس في طاقة وحشة دخلت بينكم، هي دي طاقة سلبية. ممكن تكون بقى طاقة ثلاثية بينك وبينه. ممكن يكون بيمارس عليكم الطاقات. ممكن يكون في طاقات ما بينكم، طاقات مش حلوة، طاقة سامة. في عندك حيرة في أمرين، انت محتار. انت عايز ايه؟ عايز تنفذ ايه؟ بتفكر في أمرين انت مش عارف تاخد فيهم القرار لغاية الوقت الحالي. الأمرين دول برضو الأمرين دول بيخصوا المادة. ممكن بتفكر تنقل في شغل تاني، ممكن تكون بتفكر تشارك حد ومحتار وخايف. المهم إن القرارين دول او الحيرة القوية دي تخص المادة. ممكن تكون انت محتار في امرهم، لكن هتوصل لنهاية امر فيهم. يعني هتاخد القرار في الاخر في النهاية. في كمان عندك في طاقة، طاقة كده، حد بيتدخل في حياتك وده قوي. انت مش حابب كده ومش حابب، والطاقة دي بالنسبة لك طاقة سامة. يعني طاقة بالنسبة لك سامة دخلت بينك وبين شريكك. الشخص اللي دخل بينك وبين الشريك، او ما كانش دخل بينك وبين الشريك، ممكن تكون مدير عندك في عملك. ممكن تكون طاقة شخص متسلط شديد، عايز الكلمة تمشي عليك،
عايز ان هو يستغلك، ان هو يكسر القوة اللي جواك، بيكسر طموحك، بيكسر مقاديفك. انت انت مصر الفترة الجاية ان انت تطلع كل الطاقات السلبية من حياتك. حتى لو انت رجعت لحبيبك او الشريك وكان في طاقة سلبية بينكو، انت هتخرجها. انت او حبيبك، وربنا سبحان الله هو اللي هيطلع لكم الطاقة السلبية من حياتكم. في التحديات عندك الفترة الجاية ان انت تعيش كويس. عندك تحديات ان في ناس تخرج من حياتك وتعيش كويس. عندك في نقل من مكان لمكان، هتتصرف في نفسك الفترة الجاية اللي بيها ما تستسلمش الحاجات السلبية اللي موجودة وراك، اللي هي متعهدة نفسيتك وتفكيرك وجسمك. في عندك هدوء وفكر، وده هيكون صائب الفترة الجاية. يعني انت لو انت بتفكر بسرعة وبتاخد قرارات بسرعة ومحتاج في امرك في حاجات كتيرة، هيجي الوقت اللي انت هتهدى فيه وهتفكر في مصلحتك، وهتلاقي الدنيا تتظبط معاك. والموضوع محتاج منك صبر. انت عندك فيه نشاط صبر ملتزم بيهم، والمفروض ان انت تلتزم بيهم في كل ده، والدنيا هتبدأ تتظبط معاك بإذن رب العالمين. انت عندك طاقة نور بعد الصبر في حياتك. لو انت صابر على امر ما، او انت صابر على الاوضاع اللي انت فيها، او صابر على كل الحياة دي والمشاكل اللي انت فيها، عندك عجلة الحظ. دي دي اول الطاقة، ودي هتكون كده. يعني انت حياتك هتكون حياة حلوة في حياتك. انت بتطلع ناس من حياتك، في حد انت هتطرده برا حياتك. و- يعني انت طارد شخص مؤذي، شخص متسلط، انت خرجته من حياتك، مش عايزه يكون في حياتك تاني. اي نعم ده مزعلك، لكن انت قررت ان مفيش حد يألمك تاني، مفيش حد يوجعك تاني، ولا حد يضايقك تاني. في عندك طاقة جديدة، يكون كده زي ما بيقولوا خبر سريع، حاجة انت تعملها، حد يقول لك على حاجة حلوة، دي داخلالك. عندك في مفاجأة، دي هتتقلك الفترة الجاية. في عندك طاقة نور من بعد الضيقة والغمامة، طاقة نور حلوة جدا، وفي باب هيتفتح لك. في دموع انت متدمع بكيان على الأوضاع. ممكن تكون عندك طاقة تشاؤم شوية. انت شايف ان انت الفترة اللي فاتت كان في استقرار وهدوء في حاجة معينة، حاجة جديدة بتحصل عندك في شغلك في حياتك العامة، مخلية عندك طاقة تشاؤم شوية. لكن طاقة النور اللي عندك دي والباب المفتوح ده بتقول لك ما تشتئمش، ما بقاش في عندك كده، لا، ربنا واقف جنبك الايام الجايه، وبطل تشاؤم وما تفكرش. والشخص اللي انت طلعته من حياتك احسن ان انت طلعته، هو هيحاول كده ينكش ويرجع لك من تاني، لان هو مش قادر ان انت تطرده من حياتك. ممكن اخ، اخت، صاحب، حبيب، شريك حياه، الشخص ده عنده عدم رضا الوقت الحالي ان انت ازاي تطلعه من حياتك، ازاي خليته بره حياتك. هو رافض رفض تام ان هو يخرج من حياتك. هيفحر ويرجع لك من تاني ويقول بقى اكون معاك. في عندك اتنين في حياتك، في حد فيهم واخد باله قوي منك وواخد باله من تصرفاتك، وفي حد غفلان عن تصرفاتك وعمل لك كده ماسك.
واحد مركز معاك قوي وعينيه مفتحة عليك قوي، يعني عينيه كده بصالك بطريقة قوية جدا على اخبارك وعلى حياتك. حد متجسس، حد عايز يخش في حياتك. آه هو شكله كده بريء مش مؤذي، لكن عندك فيه شخص بقى كده لابس ماسك وش. الشخص ده هو وشه بتلون من ناحيتك، يعني الشخص ده من النوعيات اللي هي بتلون مع التلوينة. يعني انا اجيلك من الناحية دي عشان ارضيك، طب اروح من الناحية التانية، طب انا عايز اضحك عليه يصدقني. لابس لك كده ماسك وانت ماشي امورك وعارف ان الشخص ده كده، ولابس لك ماسك وانت بتمشي امورك بقالك فترة كبيرة. ممكن تكون عايش مع الشخص ده بالماسك ده، هو مش عارف يغير من نفسه لان هو بيخاف منك ان انت تاخد قرار من ناحيته. يعني انت ممكن تكون بتهدده ان انت تاخد قرار من ناحيته، يا اما هو دايما شايف العين الحمراء منك، انه مش عايز اذى من ناحيتك، فهو بيشوف الدنيا تمشي معاك. الشخص ده ماشي معاك بالاسلوب ده، هيشوف الدنيا ماشية معاك ازاي وهيمشي. النهاردة انت زعلان اه يطبطب ويحنن، النهاردة انت مش عايز منه حاجة اديله بقى الوش، زي ما بيقولوا ايه، الوش الخشب. يعني وش الخشب يعني ايه، حسب حالتك انت. لا لا.